لو رجعنا لزمان شوية كده حبتين وتفتكروا معايا العماير القديمة اللي كنا ساكنين فيها والود والحب بين الجيران وبعضها، وقتها كان لازم تلاقي في وسط الجيران دول واحد منهم فضولي قوي وبيتدخل في اللي ملوش فيه، وتلاقيه مركز معاك وانت طالع وانت نازل وشايف كمان الكيس اللي في ايدك ده جواه ايه، وتلاقيه ممكن في مره من المرات يروح موقفك وقايل لك انت جبت الحاجه اللي جوه الكيس دي بكام؟ اصل لسه كنت عايز اجيبها، ويدخلك في اي حوار علشان حب الفضول اللي جواه، وكمان يقول تعليقات ممكن تضايقك وهو في الاول وفي الاخر ملوش فيه، ومن غير تفكير ومن غير حوار جنى هتولعها نار. الحلقه المره دي مخليني سخنه حبتين بصراحه، لان في فئه معينه من الناس اللي كنا لسه بنتكلم عليهم ليهم كده اكتر من مسمى، الفضوليين او الحشريين او المتسلطين، وتحسهم في الاخر عايزين يعرفوا ايه اللي بتعمله وكمان عايزين يتدخلوا علشان يقولوا اي كلمتين محشورين في زورهم. طب ندخل في الموضوع ومن غير لف ولا دوران. من يومين كده الدنيا قامت على رجل وما قعدتش، وده بسبب ظهور اسماء شريف منير بلوك جديد، وطبعا كانت حلقه راسها حلاقه رجالي كده وصبغه شعرها اصفر وعامله حركات وشغل فاخر من الاخر. فظهرت فين بقى يا رياسه؟ ظهرت في حفل مهرجان القاهره للدراما اللي اتعمل يوم الخميس اللي فات في مدينه العالمين الجديده. طبعا اسماء ظهرت من هنا وطلعت على المسرح والتحفيل اشتغل عليها من هنا، وكالعاده بقت ترند على مواقع التواصل الاجتماعي كلها، وانتوا عارفين كويس احنا هنا هنرد بلسان اي حد طلعتوه على المسرح والتحفيل شغال عليه. ايوه زي ما بقول لكم كده، ما هو ده اتفاقي معاكم من الاول. طبعا لوك اسماء شريف منير كان مثير جدا للجدل، لان من القليل اننا نشوف الست او البنت وهي شعرها محلوق او قصير للدرجه دي، علشان طبعا الكلام ده مش واخدين عليه عندنا في مصر على وجه الاطلاق. بس احنا عارفين كويس في كل بلاد العالم في اوقات المهرجانات الخاصه بالسينما او بالدراما بنشوف تهاليع كتير ومختلفه سواء من الفنانين او من الفنانات، وتحسهم بيدخلوا منافسه ما بينهم وما بين بعض على مين اللي يقدر يسرق الكاميرات ويخطف الانظار ويبقى حديث السوشيال ميديا كلها. فتقريبا كده ده اصبح عرف او بقى وضع طبيعي ما بين الفنانين والفنانات. بس تعالوا هنا اقول لكم الحلاقه دي بدات ازاي مع اسماء. اولا لحظه ما كانت اسماء بتقص او بتحلق شعرها صورت نفسها فيديو ونزلته كمان على الانستجرام الخاص بيها، وده علشان تعيش الناس اللحظه الجريئه دي والقرار المفاجئ ده. وكتبت تحت الفيديو شعري بقاله فتره بيقع جامد، ده غير انه من كتر العمايل اتحرق وبقى مش صحي خالص. قررت انفذ قرار كان بقالي كتير قوي نفسي اخده، ابدا من جديد، احرر نفسي، افتح صفحه جديده. حقيقي هو قرار صعب جدا بس حسسني بقوه وتفاؤل، ورميت ورايا حاجات كتير قوي بمجرد اني شلت شعري. قلبي كان بيدق جدا وبعدها حسيت اني مليانه ادرينالين. خطوه جريئه ومرعبه بس حاسه اني طالعه منها بدرس. نيجي بقى على الحته المهمه دي ونركز ونشوف اسماء قالت فيها ايه، لان كان فيهم الخلاصه. عارفه ان في ناس كتير هتهاجمني بس انا فارق معايا احساسي بالراحه اللي انا حاساها دلوقتي. عادي هيطول تاني بس الاحساس ده مش هحسه غير مره، بكره هتشوفوا النتيجه الاخيره. طبعا كلام اسماء بيوضح كويس انها عندها مشكله ايا كانت هي ايه. هي واحده مش محجبه وبشعرها وعندها مشكله في شعرها زيها زي اي بنت بتروح للكوافير باستمرار ولازم تعمل شعرها اول باول. ما يمكن ده السبب، او يمكن نفسيتها تعبانه ومحتاجه تحس براحه نفسيه، وده فعلا اللي هي قالته ووضحته في البوست بتاعها، انها ارتاحت وحست بشعور لاول مره تحسه وحست بقوتها. وارد اي واحده مننا خاصه البنات او الستات حابه تحس انها منطلقه وما عليهاش اي ضغوط. حابه اقول لكم حاجه، الله اعلم بكل واحد شايل جواه ايه من ضغوط. في اللي بيستحمل وفي اللي ما بيقدرش يستحمل، واعوذ بالله في الاخر بنلاقي في منهم بيلجأوا للانتحار. بس خليني اقول لكم على تعليق كان على بوست اسماء وهي بتحلق شعرها، كان مكتوب فيه انا بنتي مريضه سرطان وللاسف شعرها بيقع تاني بعد ما كان طلع. وانا بجد نفسي اخد الخطوه اللي انت عملتيها دي، وهاخدها فعلا بعد الفيديو ده علشان تبقى هي اقوى وما تفضلش تسال على شعرها. طب بالله عليكم انتوا عايزين تسمعوا ايه تاني بعد التعليق ده؟ اللي عايز اقوله كل واحد فينا عنده بلاوي الدنيا وبيحاول يعديها ويشغل نفسه بحياته اليوميه، لكن الواحد لو ركز كده مع بلاويه مش هيعيش يوم واحد. واحده بقى من الروشين اخر حاجه كاتبه كومنت وبتقول فيه حرام عليكي بنتك هتتخض. اسماء ردت عليها بمنتهى الشياكه وقالت لها بنتي
قالت لي انت اكتر حد شجاع انا شفته، وقالت لي انها فخوره اني قويه. واحده كمان بقى من اصحاب الحكم والمواعظ كاتبه تعليق فيه استهزاء بتقول فيه الشجاعه اني اعمل عمل مفيد لنفسي وللناس، اما السفاهه ليست مش شجاعه، اذى النفس مش شجاعه، التشبه بالرجال ليس من الدين. شوفي كل اللي هقوله لك بصي لنفسك الاول وصرحيها بعيوبها على الاقل وشوفي هتتقبليها ازاي. وطبعا في اللي كتب تعليقات من الجانب الديني كنوع من انواع التوعيه، وكان الكلام من غير تجريح، واللي زي دول اكيد يشكروا لانهم بيحاولوا يقدموا نصيحه بدون تجريح او تقطيع. موقف اسماء ده ممكن يكون لوك جديد، وممكن يكون برضه ناتج من ضيقه نفسيه وحبت تتخلص منها بالطريقه دي، بس ليه الهجوم الشرس ده عليها؟ ليه الاسلوب البايخ ده في الانتقاد؟ وكلها بقت شايفه نفسها صاحبه النصيحه الغاليه. يا عم امسح نفسك منك ليه ولا منك ليها، بدل ما كلها بقت بتنظر كده. عموما كده او كده كلنا مرضى نفسيين، بس الركع المتماسك اللي بيعرف يواجه الحياه بمشاكلها وبهمومها وبمواقفها اللي فعلا بتكون محتاجه واحد عنده قوه تحمل علشان يقدر يعدي من الضغوط النفسيه دي كلها. ايه الدوشه اللي انتوا عاملينها دي؟ وايه الضجه اللي انتوا عاملينها دي؟ كل ده علشان بنتي قصت شعرها قدام الكاميرا؟ ايه الغلط اللي هي عملته؟ يعني تصرف عادي جدا مفيهوش اي حاجه. عموما كل اللي فات ده كوم واللي جاي ده كوم تاني خالص. الفنان شريف منير ابو اسماء طبعا شاف بنته عليها الهجوم ده كله، وشاف الكلام اللي بيتكتب على بنته في التعليقات على السوشيال ميديا، فقرر انه ما يدفنش دماغه في الرمل وطلع في فيديو يرد بطريقه واضحه ومباشره للناس اللي بتهاجم بنته، وكان ساعتها بياكل سمك وهو في قمه اللامبالاه، وطبعا كان بيوصل لهم انكم مش شاغلين بالي اصلا ولا شاغلين بنتي، وقالها صريحه اوعوا تفكروا اني هاجي على بنتي علشان خاطر اكسب رضاكم. طبعا فيديو الفنان شريف منير كان عليه تعليقات كتير قوي، وبصراحه انا هقول جزء من الكلام الايجابي بس. في اللي قال فعلا ونعم الاب وفنان محترم جدا، وفي اللي كتب على الاقل ده اب بيدافع عن بنته وما تحملش عليها كلمه. يا ريت الاباء يكونوا سند لبناتهم بدون تجريح وعنف. كان في تعليقات كتير حلوه، وبرده كان في تعليقات كتير كلها مرض ونفسيه جحيم، بس مش هنقول غير ربنا يهدي. الخلاصه ده موقف وارد جدا اي واحد او اي واحده يتعرض ليه، انما يا ريت ما نذبحش بعض بالكلام السلبي. ولو حد عنده مصيبه ممكن الكلام ده يتسبب في مصايب اكبر، ربنا يسترها علينا جميعا. عموما كده او كده يا ريت ما تنساش ان مع كل ترند ومع كل حوار جنى هتولعها نار. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، واشوفكم في حلقه جديده وترند جديد، وسلام عليكم.